السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى النهارده هقول لكم على حاجة كلنا بنعملها غلط. عارفين الناس اللي بتلف طول بواقي زيت الطعام؟ عارفينهم الناس دي؟ بواقي زيت السمك، الفراخ، الحاجات اللي احنا بنقعد نلمها ديت وفاكرين احنا بنوفر، اهي بترجع لنا تاني. احنا كده يا جماعة بنساعد الناس دي، الناس اللي بتلف عشان تلم الزيت ده. احنا بنساعدها ان هي بتاخد الزيت ده تاني وبترجع تعمل له اعادة تدوير وترجع تعبيه لنا تاني في الازاز اللي انتوا شايفينها دي. امراض الدنيا. بصوا انا شفت فيديو على الفيس، انا بصوا اتضايقت يعني، بصوا بما فيه الكفاية. بصوا بيعملوا فيهم ايه، بيلموا كل الزيوت زي ما انتوا بتشوفوا كده، بيقعدوا يلفوا في كل البلاد. وللاسف اكتريتنا بنديهم الزيوت دي وفاكرين بقى ان احنا بنوفر. قال الزيت بقى اللي بيخلق يعني يعمل مننا نروح حاطينه في ازازه ونرجع نديهولهم. وايه وبياخدوه يعني مش غالي ولا حاجه، وسيبك من غالي ولا رخيص، المفروض اصلا الزيوت البواقي ديت لا نعمل منها صابون، يا اما ما بنعرفش نعمل صابون نتهبى نرميه ونخلص وخلاص عشان ما نأذيش غيرنا. ومش غيرنا، ده احنا بيرجع لنا تاني. بصوا بقى بيعملوا ايه، عاملين حواض كبيره كده وبيحطوا فيها كل الزيت وبيستنوا اما الزيت كله بصوا يتراكم، ولا بيقولوا ايه، كل الحاجات والشوائب والحاجات اللي في الزيت بتنزل تحت في القاع، وبعد كده بياخدوا كده ايه، عاملين خرطوم بحنفية وتاخد من الحوض وتعبي ازايز الزيت اللي هي الممتاز، والازايز اللي زي النيلة مهببة بروبريب دي، وفي اسامي كتير مجهولة، وفي حاجات كتير كده بيعبوها. واحنا نرجع نشتريها تاني ونفرح ان الازازة ب50 جنيه وب52 وب53، عشان ما نشتريش اللي هي ام 80 جنيه النظيفة الحلوة. بصوا بقى بتبان ازاي. واحنا بنعمل الزيت بنحطه كده على النار عشان يسخن، بيقعد يطرطش طرطشة بصوا غير طبيعية. ده اول حاجة. يعني انا عايزة اسخن الزيت كويس، يعني كويس زي ما احنا بنعمل الزيت قبل ما بنحط بطاطس او هتعملي شعرية او هتعملي رز، اي حاجة يعني ايا كان، او هتقلي حاجة، بيتطرطش بطريقة بصوا فظيعة. انا مش عارفة ايه ده، انا اول مرة اشوف زيت بالطريقة دي. الزيت ما بيجي يسخن بيعمل صوت والكلام ده، بس ده بيطرطش بيطير زي ما يكون اعوذ بالله حاجة وحشة. ليه؟ لانه مستخدم قبل كده. انتوا فاهمين؟ وعمالين نعمل امراض الدنيا والاخرة واحنا اللي بنساعد الناس ده على كده يا جماعة، واحنا غصب عننا بنستسهل ونجيب الحاجة الرخيصة. لا احنا بعد كده خلاص يا جماعة، اشتروا الزيت اللي هو النظيف الصافي حفاظا على صحتنا وصحة اولادنا. ونحاول بقدر الامكان الناس اللي بتلف ديت ما ندهمش الزيت ده تاني. اعملوا بصوا نداء كده للكل، محدش يدي الزيت البواقي اللي فايضة منكم ارموه.